هو طبعا احيانا الواحد لما كده يكون منتظر حاجه وما تجيش في الوقت اللي هو عايزه يبتدي يفقد الامل. ولكن هنا عايز اسالك سؤال لازم تسترجع، هو انا اصلا جايبه الامل منين؟ جايبه الامل من انه انا عارفه ان انا استاهل حد كويس، عارفه ان ربنا هيفرحني فرحه حلوه، عارفه انه وارد ان ناس كتير بتبقى نفسها في حد معين وبيجي لها بالظبط زي ما عايزاه. استرجعي اسباب الامل، ومن ضمن اسباب الامل دي هي حاجات ملهاش علاقه بالوقت. يعني ما تخليش الوقت هو العامل اللي بيقول لك ان انت هتقابلي الشخص اللي تتمنيه ولا لا. وببساطه كده في جزء ليه علاقه بالمعتقدات بتاعتي. المعتقدات بتاعتي على فكره قد تكون معتقداتي عن الرزق، انه سهل قوي على ربنا انه يرزقني باللي انا اتمناه. يعني اللي انا بتمناه ده مش حاجه صعبه على ربنا، وبالتالي اطمئن واسكن ان ده موجود. والحقيقه ان هو موجود. ودايما تلاقي الناس كده ايه ربنا بيكرمها يقول لك بالظبط اللي انا بتمنيته لقيته، بس في الوقت المناسب. هو عامل الوقت ده اللي احيانا بيخلينا نفقد الامل، ولما نفقد الامل ما نبقاش عارفين نشوف الفرص الجيده. فهتعملي ايه؟ اول حاجه استرجعي اسباب الامل وخليها كده في فايل في دماغك. تاني حاجه معاكي جدا فكره ان انا انشغل في حاجه تانية، وانا بقى وسط انشغالي في الشغل ده ان شاء الله اتفاجئ وانا منشغله كده مش مركزه الاقي جالي الشخص اللي بتمناه. واستمر كده في الدعاء وان شاء الله رزقك موجود وهينزل لك.